السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة ميدو الأهلاوي، أهلا بكم. إخواتي وحبايبي، في الحلقة دي أو في الفيديو ده أنا حابب أتكلم عن العروبة وعن إزاي مصر والسودان إخوات. وطبعا كل ما نيجي نتكلم بقى في الموضوع ده يقول لك إيه؟ إحنا أهل الكرم وإحنا إزاي نغلط في إخواتنا وإزاي وإيه. بصوا يا جماعة، ساعة ما الموضوع يجي عند كرامة الإنسان مفيش حاجة اسمها عربي ومش عربي. ما دام جيت على كرامتي يبقى احط عليك انت واللي يتعرض لك، انت واللي جابك احط عليك. تمام كده؟ بعد المشكله اللي حصلت في مباراه الاهلي والهلال السوداني، وطبعا يعني كل رجاله الاعلام المصري طالعين عمالين يقول الاشقاء، ويعني انا هعيط من كتر هم. يعني انتوا اشمعنى انتم او اشمعنى احنا اللي بنقول كده؟ يعني اشمعنى هم ما بيطلعوش يعتذروا عن اللي حصل منهم؟ اشمعنى يعني هو احنا هنفضل نتاكل كده على قفانا على طول؟ حتى الجعرات اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بتوعهم واللي بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيس والكلام ده كله، طالعين يهينوا مصر وبيتكلموا على مصر وبيشتموا الشعب المصري. شفتوا مضحك اكتر من كده؟ يعني انتوا شفتوا مضحكه في حياتكم لحد ما تموتوا ومن يوم ما اتولدتوا زي كده؟ السوداني بيتريق على المصري وبيضحك عليه. يا نهار ابيض! ولسه قاعدين نطبل لهم ونغني لهم في الاعلام وكل الاعلام الرياضي مصر والسودان ايه يا عم؟ ايه يا عم، اجيب لك شجره واتنين ليمون يا عم ولا ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ تروح تبوسه من بقه. اخواتنا وما اخواتنا محروقين بجاز وسخ. مادام جت على كرامتي هديك بالجزمه على طول. مادام جيت على كرامتي هديك بالجزمه. مادام انت ما قدرتنيش يبقى مش هقدرك. ده حتى الواد العبيط اللهطل ده المهيطل طلع شوف بيقول ايه على المصريين وعلى اسياده. يا ابني لما تيجي تتكلم على المصري او عن مصر تحترم نفسك وانت بتتكلم على مصر. طب انا هشاهدكم. انا دخلت على بعض الجروبات السودانيه وشفت الواد ده كده وهو بيتكلم على مصر والمصريين. طب انا اقول لكم على حاجه، اسمعوا الواد ده كده بيقول ايه وردوا عليه انتوا بقى. انا اسيبه لكم انتوا تردوا عليه لحسن انا بجد خايف اغلط وانا على منصه محترمه. ردوا عليه انتوا بقى اهو. اللي بتجيك والابغار دي كان الفول والطعميه قطعت مصارينك من خيرات السودان. العبيد اللي انت بتقول عليهم عبيد دي المويتهم بتمشي فايض لك 350 مليون لتر مكعب سنويا عشان انت تشرب وتصدرها لسيادك اليهود. وصلت مويتك اسرائيل وصلت مويه النيل بالانابيب اسرائيل. شفتوا العبيد اللي انتم بتتكلموا عنهم ديل؟ ليكم يوم ويومنا اللي نلاقيكم نحن كسودانيين لما يجي رئيس محترم ويحكم السودان دي. وحياة ربنا نأسركم زي الغنم. وحياة ربنا كان ما أسرناكم زي الغنم يا أولاد فيفي شنبتنا نحلقكم. واسمعوا الكلام ده كويس وانتظرونا. هي كده معاكم غادمه حلايب وشلاتين والفشقه وبرمات دل بنحرر الرجاله. بس نحن ده الرئيس محترم، نحن من اعظم الشعوب وعندنا العزيمه والاصرار والثبات ما زيكم الهروب. يعني هسه لو قالوا للسودانيين دول نحرر حلايب وحياه الله لو ماتوا كلهم ما يرجع فيهم واحد، ما فيهم واحد بيهرب، ما فيهم واحد بيهرب يا اولاد فوزيه. لكن انتوا هسه هربتوا فرقه مكونه من اكثر من 70 فرد ماشيه تفجر صدر النهضه او تعمل لها عمليه استخباراتيه ما معروفه تعمل شنو، مهامه بالضبط ما معروفه شنو. هربت ممكن مهمه استخباراتيه ماشيين يصوروا ويشوفوا الامكانيات ويشوفوا لانه قالوا ماشي عليهم معهم معدات ثقيله. هربوا ممكن تكون يعني مهمه استكشافيه. اوكي، عشان كده العبيد دول حتلاقوهم في الغريب العاجل ان شاء الله في الميدان في حلايب وشلاتين. وان شاء الله العبيد دول حتعرفون على حقيقتكم. احنا عارفينكم كويس زي جوع بطن المصري. من انت صمتوا كفين ثلاثه بقول لك يا لهوي ده انا عندي كوم عيال. انا والله لا ما شاكلت عينتكم دي كثير وحياة الله شاكلت عينتكم دي كثير. والله الكف الاول الثاني بقول لك يا لهوي ده انا عندي كوم عيال يا بيه. ده نحن في غربه يا بيه. ده انا عندي الكفه الثانيه. نحن اصلا انا ما كنت ما برحمهم ما بكرههم ليه الله استفزازهم ما بريدوا مني قله ابو علي بطير فوق بدي الكفه الثانيه يقول لك يا بيه ده انا عندي كم عيال. يا بيه ده انا غلبان. سمعتوا الهطل؟ سمعتوا المهطل ده بيتكلم بيقول ايه على مصر والمصريين؟ سمعتوا الاشكال دي؟ ما حدش بعد كده يقول لي عروبه وعرب واخواتنا واولاد عمنا والكلام ده كله. ما اسمعوش. ههزقك.
لما الخروف ده يطلع يقول كده على اسياده، ويطلع يقول لك احنا هقابلكم في الميدان. ميدان مين يا ابن المهيطل انت؟ ده احنا عندنا اصغر حي، اصغر حي في اي محافظه ينيمكم المغرب. اصغر حي في اي محافظه ينيمكم المغرب. انت تعبان، تعبان، مخك تعبان، انت اهبل يا ابني. انا عايزكم تشيروا الفيديو ده عشان يوصل له، للمهيطل ده. المهيطل اللي بيقول لك الميه، هي الميه دي كانت من عند امك؟ يعني الميه دي انت جايبها لي من عند امك ان شاء الله ولا ايه؟ ميه ايه؟ ميه إيه؟ لو انت راجل حوش الميه، لو انت راجل من ظهر الراجل حوش الميه، اقول لك على حاجه، احنا اخدنا منك يا عم حليب وشلاتين. الراجل راجل ومكتوب في بطاقتك ذكر، هات الرجاله وتعال خدها عشان تدفنوا فيها. ما عادش الا دول، ما عادش الا دول. عجبت لك يا زمن، عجبت لك يا زمن. ارجع واقول لك الحق عليك انت يا حسين يا شحات، لو كنت حطيت الكوره في الشبكه ما كانتش الاشكال دي طلعت وقالت اللي هي قالته. ما كناش سمعنا الحاجات اللي احنا بنسمعها دي، الحاجات اللي بتضحك دي، الحاجات اللي بتفطس من الضحك. بتغلط في اسيادك، بتغلط في اسيادك يا ابني. ما تيجي تتكلم على اسيادك تحترم نفسك، تحترم نفسك وتقوم تقف. انا لو ما كنتش على منصه محترمه كنت غلطت فيك بامانه، يعني كنت غلطت فيك وهنتك اهانه ما بعدها اهانه. ما حدش بعد كده يا جماعه يقول لي عروبه واخواتنا العربي واخواتنا ما اعرفش ايه ساعه ما تيجي عند كرامتي هديك بالجزمه على دماغك. شكرا. وردوا انتوا عليه بقى، ردوا انتوا عليه. السلام عليكم.